بلشت الحلقة دالين. ستوب دالين. لك فرح، لك شو بك اللي زعتيني مرائي؟ مالك شايفتيني عم بدبوك؟ تعي بكي معي. لك ما بدي ادبك، ما بحب الدبكة. إذا ما بتحبي الدبكة لكن شو بتحبي؟ أنا بحب هيك. ستوب فرح، أنا ما بحب هيك موسيقى. انتي شو عرفك؟ شو عرفك؟ هي موسيقى كلاسيكية بيرقصوا عليها رقصة الفالس الموجودة بالنمسا وألمانيا لحتى يعبروا عن مشاعر الرقي والتناغم الموجودة بين الراقصين. والدبكة أصلا من سوريا. الدبكة أصلا من سوريا ومن لبنان ومن الأردن ومن فلسطين ومن تركيا. كمان الدبكة هي تعبير يعني هيك عن المشاعر، والدبكة بيحطوها بكل المناسبات هيك ليعبروا عن فرحهم واصطهاجهم. ونقصت البطة. هلا حاجة رقص دالين. يلا خلينا نقدم الحلقة. يلا مرحبا بكل رفقاتنا الحلوين المهضومين بحلقة جديدة من برنامج كل أطفال سوريا برنامج يلا نحن. اليوم بنوعدكم انه نحن رح نتسلى كثير، لانه الحلقه كلها رقص وتناغم وعادات وتقاليد وشعوب. قبل ما نبلش خلينا نروح ونشوف شو عنا. يا ترى ليش في ناس بشرتهم فاتحة وناس بشرتهم غامقة؟ هذا يلي رح نعرفه من عالمنا الكبير. وإذا ما بتعرفوا رقصة الميلوية ضروري تحضروا التحدي اللي رح يتنافسوا فيه رفقاتنا. وبمهرجان للرقص شاركوا فيه أصحابنا رح نتعرف على كتير من أنواع الرقص، وخصوصي رقصة الكابويرا. شو فرح؟ غيرتي رأيك وحابة تدبكي معي؟ دالين الدبكة حلوة بس أنا ما بحب أدبك. طيب فرح ما بتحب تدبك، شو رأيك بالرقص الشركسي؟ إيف، ليش أنت من وين بتعرفي للرقص الشركسي؟ ما في حدا قدي بيعرف عن الرقص الشركسي. هاتي لشوف، احكي لي شو بتعرفي عنه. الرقص الشركسي ايه بيرقصوا الشركس. الله على هالعبقرية هي. يعني هلا ما بعرف عنه كتير، بس أنا عندي فئة شركسية بترقص شركسي اسمها هاجر. امشوا لحتى هي تعرفنا عليه. مرحبا، أنا هاجر عمري 12 سنة. أنا كنت أتدرب بسوريا بالرقص الشركسي، واليوم بدي أورجيكم زي الشركسي وكيف عادات الشراكس وكيف بدي أرقص. هذا الفستان أنا هلأ بدي ألبسه. هلأ الفستان هو قطعتين وإسرائيله إكسسوارات. هاد اسمه بلاغ، بيعطي حركات على المسرح وهي أحلى إذا انحط. هي آخر قطعة وهي الطاقية. هلا دائما كل رقصات لازم تنرقص على رؤوس الأصابع. هلا في 3 رقصات هن القافة والوجه والششن. هاي الحركة الأساسية برقصة الوجه. هلا رقصة الششن هي إيقاعها أسرع وحركاتها أكتر. هدول النقوش بطرزوهم على الفساتين وهن دالين على التراث الشركسي من قديم. فوق ماف. فرح، شو رأيك بهالرقصة الشركسية؟ والله الرقص الشركسي كتير حلو، لأنه الراقصين بالرقص الشركسي بيعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم لبعض من خلال هالرقصات الحلوة هي. طيب ليش مو كل الرقص هيك تعبير عن المشاعر والأحاسيس؟ غالبيته، بس مو كله هيك. يعني في أنواع رقص تانية مثلا مثل الكابويرا. شو هي؟ كاميورا؟ دالين مو كاميورا، كابويرا. كابويرا. طيب شو هي الرقصة؟ الكابويرا بتجمع بين الفنون القتالية وبين الرقص.
وكيف زبطت معهم هالمعادلة؟ هلا انا ما رح اعرف اشرح لك منيح. طيب. مشان هيك نحن معزومين على هالحفله الراقصه يلي حضروها رفقاتنا لنتعرف اكثر على فنون الرقص وعلى الكابويرا. مرحبا، أنا اسمي زين الدين. هلا نحن عم نجهز حالنا للحفل النهائي قدام الناس وقدام الأهالي بالمسرح. ياسمين الشام على خدك وحلاوة العسل من قدك، اسم الله قمر قمر، ما يشبعش من الحنية ولا دهش الحلويات. نحن مبسوطين لأنه هاي الرقصة للتراث القديم والرقصة الحمصية وعم نذكر الأهالي فيها. دول هن الحركات. نحن هلا طالعين على صوت مشان نعمل العروض ونستلم الجلاء. هلا هون بيقعدوا الاهالي على الكراسي، هناك هلا الشباب عم يظبطوا المسرح مشان نقدم عروض كثيره، في كثير كراسي مشان يقعدوا الاهالي، وهلا عم يجوا شوي شوي. تعبوا كثير لحتى يوصلوا هالمرحلة الصعبة مشان يعملوا قدام الأهالي، بس هلا متلفكين، هلا عم يجهزوا حالهم للمرحلة الصعبة. في هلا البنات عم يجهزوا حالهم، عم يلبسوا لغنية ناس عجرم. كابويرا هي فن من البرازيل، من خلال التلميذ بيتعلم الموسيقى البرازيلية البرتغالية، اللغة البرتغالية، بيتعلم الرياضة، بيتعلم يدافع عن حاله، وبيتعلم الفن إيطالي، لأنه هي الكابويرا على أساس فن إيطالي برازيلي. بلشت بالبرازيل من تقريبا بال1900 وقتها اجوا الأفريقية على البرازيل وجابوا معهم ثقافتهم. الكابويرا هي شيء كتير حلو، تعلمنا فيها مثل حركات القتال على الدفاع عن النفس، بس مع غنى ورقص، يعني انبسطنا كتير وفرحنا لأنه هي شغلة جديدة علينا ومن غير بلد من البرازيل، هيك حبيناها كتير.
بنحاول نحب الخدامة. إن شاء الله بشوفكم السنة الجاية بنكون راجعين على بلدنا. واو شو حلوة الرقصة فرح، كثير حلوة. شفتي؟ وفي إلها كمان حركة خاصة اسمها حركة جينجا، هي أساس الحركات البطيئة والسريعة. طيب فرح، شو في أنواع رقص بالعالم؟ شو بدي أعدلك لعدلك. في الفلامينغو بإسبانيا، وفي رقصة زوربا باليونان، وفي السالسا، وفي الجاز، وفي التانجو، وفي كتير. وإذا بدك مو بس في أنواع رقص، في نوع موسيقى معين لكل رقصة. يا ريت في ارقصهم كل هدول الرقصات، أنا كتير بحب الرقص. مو بس في رقص وفي موسيقى، في شغلات مثلا بتختلف بالاكل، في اللغات، حتى اختلاف الاشكال، حتى نحن الانسان نفسه مختلف. يعني في السمين وفي النحيف، في الطويل وفي القصير، في اللي شعره اشقر وفي اللي شعره اسود، وفي اللي بشرتهم فاتحه وبشرتهم غامقه كمان. مزبوط تالين. بس يا ترى ليش؟ الله خلقهم لأني وراثة تكون أمه وأبوه سود. وراثة لأنه في أبهات بشرتهم سوداء وفي أبهات بشرتهم بيضاء. بجوز السمرة من الشمس. بيناموا تحت الشمس بتطرق عليهم، عشان هيك بيصيروا سود. السود يكون منطقتهم كتير حارة، والبيض بيكون منطقتهم كتير باردة. من الوراثة بتصير البشرة تحت البشرة بكون سمار. الشمس دم عليهم الشمس. في تحت الإيد مكونات هي بتبيض الإيد وبتسمر الإيد تخليها سمر. يكون وراثي يا من الأم يا من الأب، يا بيطلع أسمر يا أبيض. شو رأيك فرح؟ في حدا جاوب صح؟ يعني تقريبا الموضوع فعلا له علاقة بالحرارة والشمس، بس لحتى ناخد جواب دقيق خلونا سوا نروح برحلة على عالمنا الكبير. نولا وفارا من هواياتهم الطبخ، اليوم قرروا انه يعملوا بسكويت. سوا عم يحضروا العجين، وهلأ راح يضيفوا كاكاو على العجين ليساووا عجينة غامقة. عجينة سوداء وعجينة بيضاء، والسبب بفرق اللون هو الكاكاو. ومثل هالعجين الناس كمان ألوانهم مختلفة. ليش في فرق بلون البشرة؟ ليش بشرة نولا فاتحة وبشرة فارا غامقة؟ لنعرف خلينا نرجع بالزمن لورا. من شي 200 ألف سنة بأفريقيا ظهر الإنسان المنتصب الأول، وبيسموه العلماء هومو سابيس، وبيعتقدوا إنه بشرته كانت غامقة. لون الجلد هاد يمكن يكون سببه الأشعة فوق البنفسجية اللي موجودة بأشعة الشمس. بأفريقيا الشمس قوية كتير وبتضل لوقت طويل من النهار، وهذا بيعني إنه نسبة الأشعة فوق البنفسجية عالية، وهالشي ممكن يكون خطير ويسبب سرطان للجلد. لون بشرة الهومو سابيس الغامق بيحميه من هالأشعة الضارة، والسبب كثافة مادة الميلانين بجلده. الميلانين هو المادة الصبغية المسؤولة عن لون البشرة، وهي المادة بتعمل مثل الشمسية بتحمي بشرة الهومو سابيس من الأشعة فوق البنفسجية. ومن شي 40 ألف سنة الهومو سابيس انتقل من أفريقيا ليعيش بأوروبا. بس الطقس بأوروبا بيختلف عن أفريقيا، خصوصي إنه الشمس أخف بكتير، يعني الأشعة فوق البنفسجية أقل، ومعنى هالشي إنه الجلد الغامق ما عاد له ضرورة ليحمي من هالأشعة. ومو بس هيك، لما تكون نسبة الأشعة فوق البنفسجية منخفضة، الجلد الفاتح بيكون أفضل من الغامق، لأنه طبيعة هالجلد بتساعده على تكوين فيتامين د المهم كتير لتقوية العظام. وحتى يتكون فيتامين د بجسمنا نحتاج نتعرض لكمية معينة من الأشعة فوق البنفسجية.
وبحالة الجلد الفاتح مثل نولا الأشعة فوق البنفسجية بتكون كافية لتفوت جوات الجلد وتشكل فيتامين د حتى لو كانت الشمس ضعيفة. أما الجلد الغامق فبيحتاج لشمس قوية حتى يحصل على الكمية الكافية من الأشعة فوق البنفسجية. معناها الجلد الغامق مع الشمس القوية عنده نفس فعالية الجلد الفاتح مع الشمس الضعيفة. لهالسبب العلماء بيعتقدوا انه الأشعة فوق البنفسجية هي السبب باختلاف لون الجلد، وهالشي بيرتبط بتوزع البلدان بالعالم. المناطق يلي فيها الشمس قوية بيكون لون جلد سكانها الأصليين غامق وبالعكس، ولهيك مع الوقت الناس بأوروبا تغير لون جلدها وصار فاتح. والعالم يلي لون بشرتهم مثل فارا وساكنين بأوروبا كتير من الأوقات بيصير معهم نقص بفيتامين د، لهيك بياخدوا حبة فيتامين ليعالجوا هالمشكلة. وهي فارا عم ياخد حبة مشان تضل الصحة منيحة. شكرا لعالمنا الكبير على هالمعلومات الحلوه يلي نحن دائما بنكتشفها منك. بس فرح طلع بالاخير ما في شيء مختلف بالحياه. كيف تالي ما في شيء مختلف؟ يعني هي انت مثلا شعرك كيرلي يعني اجعد، وانا شعري املس، يعني الاشياء مختلفه. ايه يعني مختلفة. بس كله شعر، يعني شو ما كان شكله، حتى الرقص مختلف بس كله رقص، والموسيقى مختلفه بس كلها موسيقى، حتى الانسان مختلف بس كلياتنا انسان. هلا انا فهمت عليكي، يعني قصدك انه الاشياء بتشبه بعضها بالشكل بس هي بتختلف بالفحوى والمضمون. ما فهمت عليكي فرح. ها لحتى تفهمي علي اكثر انا محضرت لك تجربه يعني بتفهمك هذا الشيء هيك بطريقه او باخرى. طيب ما هذا؟ شو يلي شايفتيه بهالكاسات هدول؟ مي وشي ما بعرف، مي مدري شلون شكلها اخر وحده. طب شو عرفك انه المي؟ ما بعرف لانه شفافين، كلها شفافين. سمعتي هاي الكلمه اللي قلتيها؟ شفافين. تذكريها كثير منيح. طيب انت توقعتي انه هدول مي لانه هن شفافين وشكلهم مثل المي. خلونا سوا نكتشف شو الشيء المختلف يلي موجود بهالكاسات هدول. يلا نكتشف. لحتى انا اكشف لكم هذا الشيء انا رح استعمل شيء اسمه ورق عباد الشمس او ورق البي اتش. ما هو ورق عباد الشمس او ورق البي اتش؟ ما هو؟ مثل ما ملاحظه عنا هون ورق لونه زهري وورق لونه ازرق او على موفي او نيلي او ليلكي يلي تماما. هو ورق عباد الشمس يستخدم للكشف عن المحاليل الحمضيه والقلوية. يعني الحمراء إذا تغير لونها وصار أزرق هذا يعني أن المحلول قلوي. أما الزرقاء إذا تغير لونها وصار أحمر هذا يعني أنه المحلول حمضي. وسوا رح نكتشف هذا الشيء. يلا نكتشف هذا الشيء. امسكي ورقة من هون وورقة من هون وحطيهم بأول كاسة وشوفي شو يلي رح يصير. فرح الورقة الزرقاء صارت زهري والزهري ما صار فيها شيء. تمام. لماذا؟ شيلي يا لقلك. شلتها. الورقة الزرقاء صار لونها أحمر أو زهري، هذا بيعني شو بيعني؟ شو بيعني؟ إنه المحلول هاد حمضي. وهذا الشيء محق لأنه هذا المحلول هو محلول حمض كلور الماء. طيب شكرا يا ورق عباد الشمس. حطيهم هون لنشوف المحلول الثاني. يلا المحلول الثاني اللي أنا عندي إياه هون. رح أغطهم ورح نشوف شو التغيير يلي رح يصير باللورا. مثل ما حكينا انه اذا الحمراء صار لونها ازرق بيكون المحلول شو؟ قلوي. مزبوط. واذا الزرقاء صار لونها احمر بيكون ايضا المحلول حمضي. هلا يا دالين بدي اطلب منك كمان انك تاخذي ورقتين وتحطيهم بالكاسه الثانيه. حطهم بالكاسه. نعم. 1 2 فرح شايفه؟ شو يلي صار دالي؟ الزرقاء صارت زهري مثل الاولانيه والزهري ضلت مثل ما هي. تماما. ما يتغير بها شيء. شو يعني؟ يعني انه الماده هي حمضيه. وكمان هذا الشيء مزبوط لانه بهي الكاسه موجود خل. لاحظي يا دالين شو صار انا بالوراق يلي عندي. يلا شو صار؟ فرح الحمراء صارت زرقاء. شو بيعني؟ بيعني انه هي الماده قلويه. مزبوط لانه هذا هو صابون سائل شفاف. والصابون هو ماده قلويه. بيبقى عنا الكاسه الاخيره. يا ترى
شو موجود بالكاسة الأخيرة؟ شوفوا معي منيح. ما صار فيها شيء فرح. تماما، ما صار فيهم شيء، ما تغير لونهم ابدا. لماذا؟ بتعرفوا ليش؟ لانه يلي موجود بهي الكاسه هو مي. مي ورق عباد الشمس ما تغير لونه لانه الموجود بالكاسه مي. المي متوازنه، يعني هي لا حمضيه ولا قلويه. المي متوازنه الPH، مشان هيك الورقتين ما تغير لونهم. هلا فهمتوا عليكي كل شيء. شفتي كيف الأشياء متشابهة بالأشكال لكنها مختلفة في المضمون؟ أنا فهمت 100%، وبتمنى إنه كمان رفقاتي يكونوا فهموا هاي التجربة وحبوها. والآن سوف ننتقل إلى تحدي اليوم، وهو تحدي الميلوية. بتعرفي شو هو الميلوية فرح؟ الميلوية هو نوع من أنواع الرقص الصوفي، واللي هو موجود بحلب وبالعراق وبتركيا كمان، وهو يعتمد على الدوران في المكان. قد ما في رقص رقصة الميلوية. وهلا يا دالين ويا رفقاتنا جهزوا لي حالكم منيح لحتى نروح ونشوف الفيديوهات يلي لقيتها على الانترنت يلي بتتعلق بانواع الرقص والميلويه والكابويرا. فرح ايه خلينا نشوف الكامويرا. انا كثير حبيت هاي رقصة الكامويرا. دالين مو الكامويرا، الكابويرا. كابرينا. كابويرا. كابويرا. يلي هي. خلينا نشوف. فيديوهات حابين انكم تشاركوها فيها مثل فيديوهات الكاميورا، بعتوا لنا اياها فقره راس كابويرا. كابويرا. طيب دقيقه. كابويرا. طيب. برافو عليك. بعتوا لنا اياهم على عناوين التواصل معنا، ويلي هي بريدنا الالكتروني يلا نحن @orientashiri.net. ولا تنسوا كمان تعملوا لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك لحتى تشوفوا حلقات يلا نحن اكسترا، ولحتى تتابعوا اخبارنا وصورنا. وكمان اذا انتم عندكم فيديوهات لتجارب انتم عاملينها ابعتوا لنا اياها. وكمان اذا انتم عندكم اسئله عن التجارب يلي نحن عم نعملها كمان ابعتوا لنا اياها عنا بالبرنامج. وكمان هلا حلقتنا خلصت وصار لازم نقول لكم باي، بس قبل لازم نروح ونشوف شو في عنا بالحلقه الجايه.
وبزيارة لصديقتنا فضة بمخيم الزعتري رح نتعلم منها كيف نصنع لعبة من القماش. أما عالمنا الكبير فرح يقدم لنا جواب على سؤال محير: يا ترى الضحك بيعدي؟ وتحدي رح يكشف لنا مين من رفقاتنا بيقدر يضحك أكتر شي. حلقتنا خلصت لليوم، نتمنى انكم تكونوا انبسطتوا وتسليتوا معنا. لا تنسوا دائما انكم تنبسطوا وترقصوا وتفرحوا، وهلا رح نودعكم وبنشوفكم بالحلقه الجايه. باي. ميوزك ميوزك. يلا نحن